في مدريد هناك من يولد نجما وهناك من يصبح أسطورة، لكن مبابي فعل كل ما سبق مرتين. في موسم وصف بأنه من أسوأ مواسم مدريد، حين كانت الإصابات تتساقط كالمطر، وحين تاهت التشكيلة بين الغيابات والتجارب، وقف لاعب واحد لم يتكلم بل فعل كل شيء. كيليان القادم من وهج باريس لم يأتي باحثا عن الضوء، بل أتى محملا بشعلة مدريد الذي تاهت. كان الموسم ثقيلا، كروس في وداعه، مودريتش في لحظته الأخيرة، فينيسيوس يترنح بين التألق والضغوط، والمواهب الشابة تتعلم من الألم قبل المجد. في قلب العاصفة كان هناك رجل واحد لم ينحني، مبابي القائد الصامت والمحارب الذي لا يتراجع. في الليالي الباردة كان هو الشعلة، وفي المباريات المعقدة كان هو الحل. وفي أسوأ ظروف الفريق، حين ظن البعض أن الموسم قد ضاع، صعد مبابي كقائد لا لاعب، لعب كالمهاجم ودافع كالمحارب، وقاتل في كل متر من الملعب، سجل، صنع، حرك الجماهير. في مدريد هناك من يولد نجما وهناك من يصبح أسطورة، لكن مبابي فعل كل ما سبق مرتين. اليوم تصافحه أوروبا وتمنحه الجوائز، لأنه لم يسطع فقط حين سطع الكل، بل سطع وحده حين أظلم كل شيء. وغدا سيتحقق الحلم الكبير، كأس العالم من جديد، ربما سيقود مبابي فيه مدريد إلى الحلم. وحين يستيقظ العملاق المدريدي فإن أوروبا لا تملك إلا أن تصرخ. كيليان هو من أيقظ العملاق، وهو من سيقود مدريد من جديد إلى العرش. إذا كنت تريد تقرير لاعبك المفضل فاكتبه في صندوق التعليقات. كان معكم فيصل صادق، هذه حساباتي، تفضلوا في زيارة ولايك للفيديو.